اكنس بيتك ورشه عشان ما تعرفش مين هيخش. قالتها كلمة ستي زمان، ستي وستك وكل ستاتنا، كان احلى حاجة في حياتهم المثل ده، وكانوا بيطبقوه بحذافيره. اكنس بيتك ورشه ما تعرفش مين هيخش. كان مستحيل مستحيل من رابع المستحيلات تخشي بيت زمان تلاقيه فيه كركبة زي كده. كان مستحيل تخشي بيت ستك العجوزة زمان ومطبخها وتلاقيه فيه ربع، مفيش زيرو كركبة، زيرو عفانة، زيرو اتساخات. كل حاجة كانت نظيفة، كل حاجة كانت في مكانها، رغم ان الواحد من ساعة ما وقع على الدنيا وجدته كبيرة، ست كبيرة في السن. يعني ما افتكرش ان ستي مرة كانت شابة كده، لا مش فاكرة، هي طول عمرها ست كبيرة. المهم المنظر اللي انتوا شايفينه ده يكسف ايه؟ يكسف لو حد جالك على غفله، يكسف لو ضيف جالك، يكسف لو واحده قريبتك جاتلك واضطريتي ان انت تدخليها معاكي المطبخ وانتوا بتعملوا شاي، بتعملوا عصير، بتعملوا حاجه. انت هتبقي في نص هدومك، انت هتبقي محرجه قوي قوي لو مطبخك بالمنظر ده. في ناس كتير دلوقتي هتقولي احنا لا مستحيل مطبخنا يوصل لكده. بصي هقولك على حاجه، انت صح على فكره، انت صح، ومستحيل مطبخك يوصل المرحله دي. بس انا برضو صح، في ناس كتير، في ستات كتير مطبخها بيوصل لكده واصعب من كده كمان. يا ستي فيه سبحان الله، انا عارفه انه فيه، انا عارفه ان انا مش حاله فرديه، انا عارفه ان المنظر اللي انتوا شايفينه ده مش استثناء، لا، هو فيه كتير، لاسباب بقى كتير، لاسباب كتير، اسباب عيا، اسباب مرض، اسباب معاهم عيال صغيرين، اسباب حالتهم النفسيه مش كويسه، اسباب كتير لا حصر لها. طيب احنا بقى دلوقتي جايين نفوق بقى، لان خلاص مفيش وقت، ما عادش في وقت، خلاص العيد جاي و... والمنظر ده صعب قوي والله العظيم. تحس ان هو بيقصف عمرك، بيخليكي دايما مكتئبه، دايما حالتك النفسيه سيئه، دايما انت مش طايقه حد من العيال، مش طايقه تتكلمي، دايما عيالك جعانين. يعني ازاي عيالي جعانين وكميه المواعين دي؟ بتعملي لهم وجبه واحده او وجبتين وخلاص واي كلام، ما بتعرفيش تصنفي لهم، ما بتعرفيش تعملي لهم اكل حلو، ما بتعرفيش تعملي لهم حلويات معجنات، ما عندكيش مكان تعملي فيه. بصوا البيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. ده ورق عنب كنت شارياه وركناه في التلاجة دي له شهر، باظ طبعا خلاص، اترمى، هيترمي، ما ينفعش حتى اطلع منه ربع كيلو، خلاص هو كله هيترمي في الزبالة وخلاص، وخسرت فلوسي، رغم ان ورق العنب غالي. عايزه اقول لك ورق العنب ب50 جنيه و60 جنيه عندنا. وان المفروض انا كنت عملته، يا اما كنت فرسته على طول في ساعتها عشان ما يترميش، دي فلوس مرميه في الارض. كانك مسكتي دلوقتي فلوسك 25 جنيه، ما دول حوالي نص كيلو اكتر، كمان ده كان كيلو، كانك مسكتي 50 جنيه ورميتيهم على الارض. ففعلا بصوا بقى، انا دلوقتي خدت خطوه حلوه قوي، الكرتونه دي حلوه كنت بحط فيها اوراق وحاجات. قررت ان انا اتخلص من اي حاجه، اي حاجه وحشه او اي حاجه ملهاش لازمه او اي حاجه تعمل لي كركبه ارميه. زي زمان انا كنت كده زمان، كنت برمي كل حاجه، لدرجه ان الموضوع ده كان بيعمل لي مشاكل مع زوجي. كان يقعد يدور على حاجه معينه هو عايزها، اقول له ده انا رميتها، يقول لي رميتيها ليه؟ اقول له عاملين لنا كركبه ملهاش لازمه، يقول لي انا قلت لك ملهاش لازمه، انا محتاجه الوقت، هي ليها لازمه بالنسبه لي. ف جيت في فتره كنت كده، جيت في فتره تانية كنت شويه التراب اللي بكنسهم ما بيهونش عليا ارميهم، لا يا بنت خليهم ممكن نحتاجهم. انا بصارحكم على فكره، وده ممكن يكون مرض مرض وجالي، بس هو ما كانش عندي اصلا، مرض مش عارفه اسمه اهيد ولا ما اعرفش اسمه ايه، اللي هو حب الاكتناز. انت عايزه انت مش عايزه تفرطي في الورقه، لا خلي الورقه دي، خليها. كيس الشيبسي الفاضي، لا خليه. كيس المكرونه بعد ما تفضيها خليها، هحتاجه، حطي فيه حاجه، احطه في الفريزر. كيس السكر، كيس الرز، اي حاجه انا مش عايزه ارميها، والله بجد بكلمكم بجد، مش عايزه، وصلت المرحله دي. فخلاص بقى شكلي كده ايه، لازم ادي لنفسي قلم كده على وشي، فوقي نفسك بقى ارمي اي حاجه انت مش عايزاها ارميها. هنا الرخامه دي كانت بشعه، بس الكاميرا مش مبينه، ملزقه وعليها بيض مدلوق وسكر وعصير وحاجات بلاوي زرقاء، بس مش باينه على فكره في الكاميرا. الموبايل ده بيفتح الصوره، بيخليها فاتحه وبهتانه كده، فمش بيبين حاجه. هنا بشوف الكيس ده مكتوب عليه، كان فيه فلفل ريم جايباه من السوبر ماركت من هايبر عندهم في اكتوبر، فكانت جايبه فلفلتين باين ومش عارفه 4 قرون شطه، مكتوب عليه 29 جنيه. يا خراشي عليك يا ريم على عمايلك السودا.
اللي هو كيلو الفلفل هنا والشطه ب5 جنيه كيلو. راحت هي جايبه كام قرن كده ب29 جنيه. ما بتفرقش معاها الحاجات دي، اهم حاجه الحاجه تبقى مغلفه كده ومش عارف ايه، ومن السوبر ماركت وبتاع. يلا عادي بقى، مش مشكله. إيه، بكمل بقى تنظيفات المطبخ زي ما وعدتكم. خلاص ما عادش في وقت، ميعادنا الجمعه ان شاء الله، وما يوم الجمعه ببعيد. يا ظهري هنا يما. خلاص الجمعه قرب، النهارده الاربع، مفيش وقت قدامنا، بس اربع وخميس قدامنا، اربع وخميس ويوم الجمعه. ويوم الجمعه ان شاء الله نفرش البيت واقدر اوفي بوعدي، لان كده كفايه بقى، كده كتير. خلاص بقى كده كتير قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفرك ربي وأتوب إليك. يلا عايزاكم بقى كلكم تحطوا لايكات للفيديو، تشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس. وتعالي هقولك على حاجة، هسألك سؤال كده، وحاولي كده أنا وإنتي مع بعض، أنا وإنتوا يعني، نلاقي إجابات للسؤال ده. ليه ستاتنا زمان وأمهاتنا زمان، وفي كتير من النماذج دي موجودة دلوقتي، ليه الناس دي زمان كان بيتهم منظم وحياتهم منظمة وحياتهم نظيفة وحياتهم حلوة؟ بصي يا ستي هقولك ببساطة، لأن الناس دي زمان كانوا بيصحوا بدري. الصحيان بدري البركة في البكور يا جماعة، الصحيان بدري ده سحر، كنز كده. الناس الستات اللي بتصحى بدري بجد يعني ربنا بيبارك في يومهم بطريقة فظيعة، يعني تحس ان اليوم فيه بركة رهيبة ما شاء الله. اللي هو الناس بقى اللي بتصحى بدري قوي، بدري بدري، مش اللي هو 8 و9، لا بدري، اللي هو الفجر، تقوم تصلي الفجر وتقوم تشوف حالها ومصالحها. نفسي قوي اوصل للمرحلة دي. مين فيكم بسم الله ما شاء الله بتصحى بدري؟ جميل بصراحة. بتقومي بقى، بتبقى انت اصلا من بالليل عارفة انت هتعملي ايه، عارفة نظامك ايه في البيت، عارفة هتعملي ايه النهار بكرة. مش بورقة وقلم ولا حاجة، هم اصلا ما كانوا بيعرفوا يكتبوا ولا يقروا ولا يكتبوا، بس كان بصوا مخهم ده يوزن بلد بحالها كده. تلاقي الواحدة من دول بقها كده ما يطلعش العيبة. والله العظيم افتكر اهلي زمان، اهلي الناس الكبار، إيه اللي هم عمات ابويا، ستي، خالات امي، عمات امي، الناس دي ما كانش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، بس لا ستي ما شاء الله عليها مثقفة، بتعرف تقرا وتكتب، كانت مثقفة يعني. وست التانية ام ابويا الله يرحمها كانت ختمة القرآن. فستي وستي كانوا متعلمين، اللي هو ايه التعليم اللي هو لحد مثلا ابتدائية او كده، بس الابتدائية زمان دي كأنها معاها بكالوريوس او ليسانس دلوقتي، فكانوا بيعرفوا يكتبوا. بس في ناس كتير ما كانتش لا بتعرف ولا تقرا ولا تكتب، بس كان عندهم ثقافة وكان عندهم حكمة فعلا، يؤتي الحكمة من يشاء. الانسان لما يكون عنده حكمه، مش بالتعليم على فكره، وفي ناس بيبقوا متعلمين كويس جدا دلوقتي في وقتنا ده وبقى معاهم ماجستير ودكتوراه، ما عندهمش حته الحكمه، لسانهم ده دبش كده، يخبطوا لك الكلمه ما لهمش دعوه، يقول لك اصل انا مش عارف ايه، اللي على قلبي على لساني، قلبك على لسانك ايه. لا طبعا مش كده، زمان بقى لا، كان الكلام يطلع من بقهم كده موزون، الكلمه كده عارفه هي طالعه فين وجايه منين ورايحه فين، وتاثيرها على الشخص اللي قدامه ايه. وكان تعاملهم مع العيال الصغيرين حلو قوي. افتكر عمات ابويا، امي مره كانت بتشتم اخويا، بتقول له ايه يا حمار، تقول له يا حمار تعالى يا حمار هنا، انت مش عارف ايه، عيال بقى. وكانوا مجننين اخواتي الصبيان دول، كانوا مجننين امي وهم صغيرين. فعمه ابويا كانت عندنا، كان زمان شوفي عمه ابوكي قاعده عندكم في البيت، بس مش عشان خاطرك انت، عشان خاطر اخوها اللي هو جدك. احنا زمان كنت انت بتبقى عايشه مع جدك وستك وعمامك برضو ساعات بيبقوا موجودين في البيت، فكان بيبقى بيت عيله كبير. فعمه ابويا كانت قاعده امي لحد دلوقتي ما تنساش الكلمه بتاعتها دي، شوفي دي لها كام سنه، 40 سنه، الكلمه دي لها 40 سنه. امي بقى بتعلم لنا احنا الحاجات اللي هي اتعلمتها من الناس الكبار دي. فقالت لها تعالي يا ام محمد، ليه بتقولي له يا حمار؟ لما تقولي له يا حمار هيطلع حمار، هتترسخ في دماغه الكلمه وهيطلع فعلا حمار. قولي له يا ظابط، يا باشمهندس، يا دكتور، تعالى يا استاذ، تخليه يسمع كلامك، الكلمه الحلوه تخليه يتكسف على نفسه،
قلت له يكسف على نفسه مين يا حاجه، والله العظيم ما بيسمعوا كلامه ومجننيني مطلعين عين. لا بس جربي بس الطريقه اللي بقولك عليها دي، ما تشتموش تاني، ما تهينيهوش تاني، ما تقلليش منه تاني من قدام اي مخلوق. تيجي تناديله كبريه، امدحي فيه، تعالى يا استاذ، تعالى يا ظابط، يا حضره الظابط، تعالى يا دكتور. كلامها يضحك. امي بتقول لي انا قعدت اضحك، يا ظابط مين ده مطلع عيني وعين اللي خلفوني. فاللي هو بصوا بتقعد بقى امي تعلمنا الحاجات دي دلوقتي، او كانت بتعلمنا لما كان عيالنا صغيرين وتشوفنا بنشتم حد تقول لا ما تشتموش، عمي ابوكي كانت بتعمل كذا وبتسوي كذا وبتقول كذا. ايه المغزى من كلامي ده؟ الناس بتوع زمان حكم ماشيه على الارض كده، كتله حكمه ماشيه على الارض، وفي كل حاجه، وحاجتهم كلها كانت مرتبه. يا ستي كانت تعمل الحاجه، تقعد المعجنات مثلا تحطها في صينيه وتغطي الصينيه بكيس، وفوق الكيس فوطه، تيجي ترفع الكيس كده بمعلمه كده بفن، وتديك القرصه وتروح مغطيها على حاجه تانية عشان ما فيش دبانه تقف عليها، ما فيش ناموسه تقف عليها. حياتها كانت منظمه. تخش المطبخ عندها تلاقي برطمان المخلل كده. انا طبعا كنت عاشقه للمخللات بتاعت ستي وانا صغيره. كنت افتح برطمان المخلل واكل بقى حته ليمون، حته زيتون، حسب بقى هي عامله مخلل ايه. المطبخ بتاعها نظيف، ما كانش فيه مطابخ بقى زي دلوقتي الموتال ولا بتاع ولا حتى خشب. كانت نمليه، كانت عندنا حاجه اسمها نمليه، مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا. وكان المطبخ يبقى مفروش حته حصيره كده، بس الحصيره تشوفي وشك فيها من نظافتها ولمعانها وجمالها وحلاوتها. البوتاجاز كان زمان البوتاجاز اللي هو بتاع المصانع الحربيه الابيض ده، عارفينه؟ البوتاجاز الابيض اللي هو ب3 عيون والباب بتاعه هو كله بيبقى صاج في صاج، بس كان الفرن بتاعه يطلع لك احلى كيكه واحلى معجنات واحلى كحك واحلى بسكويت واحلى كل حاجه. ببركه ببركه ربنا، ببركه ان الحياه كان فيها بركه، كان في صله رحم. سبحان الله. ما فيش حاجه اسمها زي دلوقتي كده الناس قافله على بعضيها. لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص. كنت من بعد امي كانت يعني خروجتها دايما كانت بعد المغرب، ما بتروحش حته، يعني تروح عند امها، تروح عند جدتها، وجدتها دي كانت بتبقى قاعده عند اخوالها. فمن هنا امي كانت بتاخدنا معاها بقى عند اخوالها، عند جدتها، عند امها كده، عند قرايبها. نروح بقى من بعد المغرب كده، الله، نلعب بقى مع العيال اللي في البيت، نفضل قاعدين سهرانين في الصيف لحد الساعه 11 12. ما كانش في تكاتك زمان بقى، وكان اصلا كل البيوت قريبه من بعضيها، كنا كلنا في بلد واحده، فكانت كلنا قريبين من بعض. انا فاكره قوي والله العظيم. برضو نفس الشيء. النهارده مثلا نروح عند ستي، عند ستي امي، عند خالتها، عند جدتها، بكره نروح عند عمامي، عند عماتي، عند جدي كده. الله، كانت ايام جميله وحياه جميله، كانت الحياه جميله قوي. في وصف بقى مطبخ ستي، انا لسه ما كملتلكوش وصف مطبخ ستي. تخشي تلاقي البوتاجاز اللي هو بتاع المصانع الحربيه، او مش عارفه كان اطلس ولا ما اعرفش كان اسمه ايه، اللي هو اصلا يعني في ناس لحد دلوقتي عندهم البوتاجازات دي، تحفه كده. والنمليه نظيفه. وكانت ستي تعملها ازاي بقى؟ تروح جايبه مفارش ايه ده، كانت بتجيب ورق الجرايد، وتروح مقصقصاه كده. وبنت عمي كان ليها تقصقصه كده في ورق الجرايد، بصوا بتزركشه كده وتخليه شكله يخطف القلب، دانتيل كده. عارفين انتوا الدانتيل؟ تعملوا زي الدانتيل كده وتفرشوا بقى على النمليه او على يعني الحاجات اللي كانوا بيرصوا فيها الحلل والمواعين والحاجات دي. وكانت ستي برضو نفس الشيء، مفارش كده محطوطه، وتقصقصها بطريقه شيك كده، وتروح رص عليها مواعينها في النمليه دي. والنمليه من تحت دي بقى، بص، كان مكان صغنن كده، كانت صغنطوطه ما تجيش متر في متر والله، بس تلاقي فيها من خيرات الله. تلاقي كشك ماشي، تلاقي برطمان جبنه قديمه ماشي، تلاقي بيض بلدي، كل حاجه، شويه شعريه البلدي بتاعت زمان دي، كل حاجه كنت تلاقيها في النمليه دي من تحت. يا كانت ايام جميله، ايام كلها خير وبركه. كان يعني ستي من الناس القلائل جدا اللي كان عندهم تلاجة في الوقت ده، ما كانش موجود التلاجة دي، ما كانتش منتشره يعني. كنا نفتح تلاجة ستي، كانت طيبه. او هي ستي لسه عايشه على فكره، وما زالت لسه موجوده، ربنا يشفيها ويعافيها ويديها الصحه. تفتحي التلاجة عادي، مفيش حاجه اسمها كسوف، مفيش حاجه اسمها بس يا واد عيب، لا، نفتح عادي تلاجة ستنا وناكل. وطول ما احنا قاعدين ستي تعمل لنا المربى. افتكر وانا صغيره كانوا زمان بيعملوا على الباجور، عارفين البابور ابو شرايط ده، كان بيشتغل بالجاز. فكانت ستي قاعده بتعمل مربى جزر، فخالي ده انا اكبر منه بسنه،
فاهمين قصدي ازاي؟ كنا بنلعب يعني. فراح زقني على الباجور، ويا ستي بتعمل مربى، قعدت في حله المربى. لكم ان تتخيلوا طفله قعدت في حله المربى اللي بتغلي على الباجور. كانت مأساة بصراحه. وكتير بقى، انا ليا قصص كتير قوي، ليا حوادث كتير قوي وانا صغيره، هبقى احكي لكم عليها بعدين، كل ما افتكر هبقى احكي لكم يعني. فكان بيت ستي ده هو الملاذ الامن لينا. كان بصوا لا، والبيوت كلها، وبيتنا وبيت امي وبيت ابويا، كل البيوت كانت دفى كده وكانت حلوه قوي. احنا بيتنا زمان، البيت القديم بتاعنا اللي كنا عايشين فيه قبل ما ابويا يبني لنا بيت يعني حلو، كنا عايشين في بيت بالطوب الطينه، طوب الطينه، بيت بالطينه. اكيد معظمكم كان عايش في البيوت دي. كنت تخشي البيت من تحت كده، تكييف ساقعه في عز الحر، تلج تيجي من بره كده في عز الولعه، تخشي البيت كده في تكييف شغال، في ترومبه كده في وسط البيت من تحت، كنا مسمينه وسط البيت في ترومبه كده وبحوض، وده الايه اللي هو البيت من تحت، في سلم بقى كده، عارفين انتوا اللي هو نظام الدوبلكس ده يعني، البيوت اللي هي دوبلكس هو كان كده بالظبط. كان في اوض تحت، بس الاوض دي كانت مقفوله، كنا بنخاف منها اصلا. دي كانت ايام ما ستي وام ابويا عايشه، كانت بتحط بقى اوضه فيها الفرن، اوضه فيها العفش بتاع الفرن، اوضه فيها معرفش ايه. فالاوض بتاع تحت دي ما كناش بنستعملها خالص، ما كانت مخيفه بالنسبه لنا، كان كلهم مقفلين كده، ما نعرفش عنهم حاجه. فوق بقى كنا عايشين فوق، ده اللي انا وعيت عليه يعني. واول ما تخشي كده من باب خشب كبير على ايدك الشمال كده، المنظره دي اللي هي اوضه الضيوف، فيها كنب بقى وبتاع ومش عارف ايه، وكان فيها كنب وترابيزه بس، ما فيش اكتر، وحصيره او كليم، كليم او حصيره كمان، مش حصيره بلاستيك، الحصير اللي هو خامته عامله زي الايه كده، زي القش، بس مش قش طبعا، مش عارفه اسمه ايه الماده دي، ليها اسم يعني، زي الغاب كده، معرفش والله. بس هي دي الادوات بتاعت زمان، ادوات بسيطه، ما كانش عندهم ادوات كهربائيه تساعدهم في الحياه يعني. مفيش غساله اوتوماتيك، مفيش حتى غساله عاديه. الغساله العاديه دي جت مثلا في الثمانينات، بتكلم على زمان بقى، ايام السبعينات والستينات والكلام ده، ما كانش في حتى الغساله العاديه دي، مش موجوده. كانوا يقعدوا يغسلوا على ايدهم، ولما الدنيا اتطورت شويه وظهرت الغساله العاديه، جابوها وبقى برضو يغسلوا على ايدهم، يغسلوا الاول فم على الغساله، وبعد كده يكملوا غسيل على ايدهم. وبعد ما الدنيا زهزهت معاه شويه، الاغنياء بقى والاثرياء بقوا يجيبوا غسالتين، يطلعوا من هنا يحطوا هنا، يطلعوا فم من الغساله دي يحطوا في الغساله دي. وكانت الحياه جميله والنفوس راضيه، ما كانش في حاجه اسمها خلاط. افتكر يعني ستي كان عندها خلاط ماشي، فكان يعني زي ما بقول لكم، ستي دي كانت من الناس النادره اللي عندهم ثلاجه، عندهم خلاط من النوادر. فكان كل الناس من حلاوتهم في بعض، خدي ايه الطماطم دي، روحي اعصريها عند ام فلان، روحي اضربيها في الخلاط عند ام فلان. طيب مش هنضرب عند ام فلان، يقعدوا يعصروا الطماطم في المصفى بايديهم، يفضلوا بايديهم ويحطوا عليها شويه ملح كده، تفضل الست من دول تفضل تعصر الطماطم على ايديها. فالحياه كانت متعبه وصعبه، بس كان في رضا، وكانت مصالحهم بتخلص بسرعه. مش انا قاعده كأني قاعده في زريبه بالظبط. ايه اللي انا فيه ده؟ ايه اللي انا عايشه فيه ده؟ يا رب شيل عني، يا رب اشفيني. انا حاسه ان اللي انا فيه ده مرض عضال كمان. يا رب اشفيني يا رب. فلا، الحياه زمان كانت جميله قوي، كانت جميله تحفه. احنا دلوقتي بقى كل حاجه متاحه تحت ايدينا، الخلاط موجود، والهاند بلندر، والغساله الاوتوماتيك، والغساله، في ناس عندهم غساله اطباق، والثلاجه، والبوتاجاز، والفرن، كل حاجه متاحه، والمكنسه الكهربائيه. والحياه اصلا البيوت نفسها نظيفه، البيوت نفسها بالسيراميك. زمان البيوت، بيت ستي كان حتى مش بالبلاط، ارض تراب، مش هنكذب على بعض، كان هو ده بيت ستي اللي احنا عايشين فيه. بيت جدي قصدي، بيت ستي وامي بقى لا، كان مودرن شويه، كان بلاط. عارفين انتوا البلاط اللي هو عامل زي الاسمنت ده، مش بلاط كمان اللي هو نظيف، لا، بلاط اللي هو زي الاسمنت ده. ف فايه فالبيوت كانت تراب، عارفه يعني ايه تراب؟ بس كانوا مخلين التراب ده كانه، يقولك البيت مزلط ازاي يعني، عامل زي الزلطه كده، من كتر ما هم بيكنسوا ويرشوا خلاص التراب ده رقد وبقى عامل زي الزلطه بالظبط. سبحان الله،
والله العظيم زي ما بكلمكم كده، تيجي تكنسيه تحسي ان انت بتكنسي بلاط، مع ان هو تراب، ارض تراب. بس ليه؟ من كتر ما هم بيكنسوه ويرشوه ومنضفينه وحاجه كده اخر جمال. ولا كان فيه معطرات، كانوا بيرشوا جاز عشان الدبان، يحطوا جاز كده في شويه ميه ويرشوا. واللي عندها بلاط كانت تمسح بيه الارض، كانت البيوت عسل. وريحه الجاز دي ولا احلى معطر فريده دلوقتي، ولا تقولي لي فريده ولا بتاع، مفيش الكلام ده. كان الجاز ده مبيد للحشرات وقاتل وكل حاجه. البتاع ده للدبان، برشه كده بعد ما مسحت عشان الدبان. اسمه ماكس كيلر، كان الاول حلو وفعال، الوقت مبقاش يجيب نتيجه.